السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، وبعود الأيام عليكم بخير. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الفرحة بجد، ضيف خفيف جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام عليكم يا رب بألف صحة وألف يعني مليون سعادة يا رب على الجميع. حبيت أهنيكم وأبدأ يومي كده معاكم بالبخور. البخور ده جالي هدية، عايزة أقول لكم ريحته حلوة قوي. حد من السعودية يعني جابهولي. ما كنتش اتخيل انه ريحته حلوة جدا ويفرق كتير كتير بجد يا حبايبي عن البخور العادي اللي احنا بنشتريه من عند المحلات اللي جنبنا، اللي هو العادي خالص ده السايب. بس يعني هناك فرق. معايا بقى لفة جلاش، تعالي اقولك هيعمل بيها ايه. هعمل بيها صنف حلو قوي بيتباع غالي جدا في المحلات، هو البقلاوة. اول حاجه معايا صينيه سورها واطي، هدهنها بالسمن البلدي. طالما اتكلمنا على الحلويات خصوصا الحلويات الشرقيه، يبقى لازم نستعمل سمنه بلدي او زبده بلدي فلاحي. بتديكي طعم، وبجد بيبقى فيها كده فرق كبير بينها وبين السمن العادي. بصي بقى، هبدأ اجيب ورقتين ورقتين. انا بوريكم اهو، انا سحبت ورقتين اهم تحت بعض. هبدأ الفهم رول. الرول ده هحط فيه حاجات، يعني هدهنه حاجة بسيطة جدا من السمن من جوه. ممكن تحطي سمنة ومعاها شوية زيت ذرة. الزيت اللي هو طعم الزيت الحلو ده هيخليه يبقى يطلع كريسبي، وفي نفس الوقت هيكون هش وجميل. انا ممكن اعمل كده. وكمان ممكن تضيفيلي معلقه من النشا. طب ليه النشا؟ ايه ده؟ ينفع، ينفع، هيخليه هش وجميل وفي نفس الوقت كريسبي وطري كده. بصوا حاجه كده ايه، يعني فيها تناسق في الطعم وكده. بصوا بقى، يبقى هتحطي الزبده بلدي عليها شويه زيت ذره ومعلقه صغيره من النشا الابيض. طيب، هبدا بقى ادهن اهو. ممكن بقى ارصه في الصينيه وانا جوه الصينيه عندك اختيارين، يا اما تقطعيه جوه الصينيه، او من قبل ما تحطيه في الصينيه بعد ما تلفيه تقطعيه الحتت اللي انت عايزاه كبير صغير وسط زي ما انت عايزه. البقلاوه ممكن تتعمل بطريقه الرول اللي هي اسهل طريقه بالنسبه لي، او ممكن تتعمل بطريقه اللي هو المثلثات اللي هي الحجاب زي بالظبط السمبوسك. معاكي بقى اشكال كتير جدا، اللي هي الشكل اللي هو شكل المنديل، وشكل الطويل دوت. وفي ممكن تحشيه مكسرات على فكرة. انا بعمله سادة عشان انا بكتفي بالسكر الموجود في العسل اللي انا بعمله. ممكن تحشيها مكسرات اللي انت عايزاه وتلفيها، ممكن تحشيها كنافة، ممكن تحشيها سميت. فالحشوة دي بايديكي انت، وبترجع للذوق بتاعك. العسل بتاعي بتاع الجلاش بيبقى تقيل شوية، بحط كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص او كوباية وربع من المية. لما بتغلي بنزل عليهم النص ليمونة، وبكده يبقى معاكي العسل بتاعنا. طيب، دلوقتي الجلاش سخن، يبقى العسل بارد هصبه عليه. طب او العكس، العسل سخن يبقى الجلاش بارد. امتى يبقى الاتنين سخنين او العسل سخن والحاجة اللي بتعمليها سخنة؟ فقط في البسبوسة. غير كده الحاجات الباقية عشان ما تنساهاش. انا بفكر نفسي دايما بالطريقة دي عشان انا بنسى المقادير وبنسى الطريقة بسرعة. دايما تفتكري ان الحلويات الشرقية كلها معظمها سخن بارد او بارد سخن. اما البسبوسة فلازم الاتنين يكونوا سخنين. اول ما تطلع البسبوسة من الفرن بتكبي عليها العسل او السيرب او العسل اللي انت بتبقي عاملاه او جايباه بيكون سخن برضو، وبتغطيها. هنا بقى بعد ما قطعت كل الكميه اللي عندي، بدات احط بقى من فوق الوش كده رشه خفيفه جدا من السمنه. ممكن نستخدم هنا حبايبي بدل المعلقه اللي هي الفرشه السيليكون. ما بتاخدش بصراحه كميه كتير، وفي نفس الوقت بتبقى حلوه انها بتغطي لك الكميه، بتغطي الحاجه بالسمن اللي انت عايزاه، بس على خفيف. فاهمين قصدي؟ انا كده خلصت خلاص، هدخله الفرن درجة حرارة 180، وتكوني مسخنة الفرن قبلها، وتشغلي الشواية في الاخر خالص. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.